احلى متابعين، اهلا بيكم. احنا مكملين في سلسلة حلاوة المولد. والنهاردة هنعمل الملبن العادي اهو زي ما انتم شايفين قدامكم، تحفة، شكله جامد قوي وسهل جدا في انك انت تعمليه، سهل قوي تعمليه في البيت. حلاوة المولد بقت غالية جدا بره. يلا اعملوا لايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان اللي جاي احلى بكتير. وما تنسوش الفيديو اللي بيبقى في الاخر هيعرفكم هنعمل ايه المرة الجاية من حلاوة المولد. اول حاجة بنجيب الحلة بنحط فيها كوباية ونص سكر، عليهم كوباية ونص مية، يعني كوباية ونص سكر دول هيعملوا كمية كبيرة قوي من الملبن يعني. طبعا كل حاجة بقت غالية دلوقتي. بنرفعهم على النار وبنجهز بقى العلبة، لازم العلبة تبقى جاهزة معانا عشان بمجرد ما بيخلص بنصب على طول في العلبة. عملناها بالزيت، دهناها كويس بالزيت، وبعدين بنحط نشا بنغلفها بالنشا، بنغلفها كويس قوي بالنشا عشان ما تلزقش فيها. ولو حابه انك تحطي كيس وتحطي عليه برضو تدهنيه بالزيت وتحطي عليه نشا يكون افضل يعني. بعد ما غلي السكر وداب تماما بنحط ربع معلقه ملح ليمون او نص ليمونه ومعلقه كبيره عسل جلوكوز، بس كده. وبندوبهم ونسيبه بقى يغلي مع نفسه كده حوالي 10 دقايق. وبعدين بنجيب طبق بنحط فيه كوباية نشا ونص كوباية مية، وبنقلبهم كويس على البارد كده نقلبهم كويس. وبعدين بنزل بالخليط النشا ده على العسل اللي احنا كنا مجهزينه اهو. بننزل وبنقلب لحد ما يتقل معانا. هتقلبي هتبص تلاقيه بيتقل معاكي، واول ما يتقل كده اهو بوطي عليه خالص بقى واقعد اقلب فيه شويه، تقلبي فيه شويه حلوين، يعني قولي 10 دقايق كده تقليب. وبعدين بجيب معلقتين موطيه على التاني خالص، معلقتين جيلاتين كبار عليهم ربع كوبايه ميه، وبقلبهم. وانت بتقلبي كده هتحسي ان هو بيتقل اهو. الجيلاتين ده من عند العطار ب5 جنيه بس، بتجيبيهم من عند العطار. وهو بقلب ويتقل معاكي بتنزلي على الخليط على طول اهو زي ما انتوا شايفين، واقلبه خالص لحد ما يبقى كريمي كده، يبقى كريمي. وبعدين بحط رشة فانيليا، ممكن تكتفي بالفانيليا، وبعدين رشة موارد عشان يبقى زي طعم بره بالظبط، عشان هما بيحطوا له موارد بس. انا حطيت الفانيليا والموارد، ممكن ما تحطي يعني تحطي فانيليا بس او موارد بس براحتك. شايفين الخليط تقل معايا اهو خالص. باخده بقى على العلبة وبصب على طول، ما تستنيش عليه عشان ما يقفش معاكي ويتقل خالص ما تعرفيش تصبيه. بنزله في العلبة على طول وخلاص كده الملبن خلص. بتدبيه كده شوية وبترشي نشا من فوق، تغلفيه خالص بالنشا عشان بيلزق، لو اي حاجة لمسته بيلزق فيها. حطيته في التلاجة، يعني انا عملته بالليل وحطيته لحد الصبح. ممكن تسيبيه 3 4 ساعات كده هيكون خلاص جمد. بس انا حطيته من بالليل للصبح، كده كده كنت عاملاه بالليل متأخر وخلاص، وكنت خلاص هنام فسيبته، وتاني يوم الصبح قطعته اهو. هوريكم عامل ازاي. قلبت العلبة، ده الحز بتاع العلبة اللي هو شكله باين فيه. شايفين الملبن شكله عامل ازاي، وشايفين طري ازاي وتماسك في بعضه ازاي، زي بتاع بره بالظبط، ونفس طعمه ونفس الريحة بتاعته. اه اوريكم ازاي بيتقطع وازاي هو عامل زي بره بالظبط، تحفة. وسهل جدا يعني، هو مش شغلانة اصلا عشان تجيبيه بسعر غالي يعني. في ناس بتعشق الملبن، في ناس فعلا، في ناس كبيرة في السن ما بتاكلش في حلاوة المولد غير الملبن اهو. الناس الكبيرة في السن ما بتاكلش غير الملبن. شايفين المطة واحنا بنقطعه. يا رب يكون عجبكم وتجربوه، وبالهنا والشفا الكل يجرب. وكل سنة وانتم طيبين، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، عشان اللي جاي احلى بكتير.